على معلومه مهمه جدا، لو انت ما عملتهاش هتظهر لك مشاكل كتير قوي وانت شغال، وممكن ما تعرفش ايه مصدرها وتقعد تلف حوالين نفسك وما تحلهاش. بص كده معايا، انا عندي الكهربائي لما بيجي يركب علب كهرباء ويحط الخراطيم بتاعته طبعا بيكسر وبيجيب الصاروخ ويشق بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا بعد ما بيشق الكلام دوت وبيثبت العلب، بيحط كده الجزء بتاع المونه بتاعته، القياسه بتاعته كده عشان يثبت العلب. لو بصيت كده معايا هتلاقي المونه ديت بتفصل اوتوماتيك عن الشق القديم، يعني انا شقيت اهو ففي فاصل ما بين هنا وما بين هنا. تعالى اقول لك ايه الصح اللي انت لازم تعمله. الراجل بتاع المحاره لما بيجي يشتغل اول حاجه يجيب شاكوش او اي حاجه يكسر بيها، والمفروض يكسر لي الحز دوت عشان يبقى فيه غاطس وبارز، عشان اعمل تماسك ما بين القديم والجديد. دي اول حاجه. تاني حاجه بجيب شبك واقوم حاطه هنا في الجزء دوت. طبعا بعمل الخطوات التقليديه، انا برش ميه واقوم عامل طبقه وبعد كده احط الشبك واعمل المونه بتاعتي، بحيث اعمل ربط بالشبك ما بين هنا وما بين هنا عشان خاطر ما يحصليش في المستقبل شرخ. هتلاقي الشرخ ده ظهر معاك بعد ما شطبت وانت مش عارف ايه مصدره، سواء شرخ او تنميل. فالحل ان انت لما بتيجي هنا بتاع المحاره يكسر شبك وقفل. شكرا.